والله ايش فيك الشاي حار؟ الشاي حار؟ لا 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 لا، هذا واقع المباراة يا عبد الرحمن. صب واحجن، صب واحجن. فعلا يا اخي ما تغير شيء. قلنا الاتحاد بيظهر بهوية ثانية، قلنا الاتحاد والله وفرقنا الدوري عن آسيا وما تغير شيء. ولكن يبقى السؤال، وش السؤال؟ من يوقف سلسلة انتصارات نادي الهلال؟ جاوب. من يوقف انتصارات سلسلة نادي الهلال؟ الهلال قطار يمشي بيصدم الكل. جيسوس مصرح، إذا رأس الهرم مصرح ويقول عدم سعادة اليوم بسبب عدم تسجيل الهدف الثالث. الله، شوف الهلال الآن زعلان، هو فايز 2، تخيل زعلان. شوف الطموح اللي وصل له الهلال. اقتد وخلك زي الهلال ونافس. هل ينهض العميد في المباراة القادمة أم أن الاكتساح هلالي وإلى نصف النهائي؟ انهض يا عميد، انهض يا عميد. نبي نفصل في المباراة، وقبل نبدأ الاشتراك، اللايك، اكتب أي شيء بالتعليق وادعمونا. بسم الله وعلى بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم جميعا، وأهلا وسهلا يا عبد الرحمن. حيا الله عاصم، يا أهلا وسهلا. ما شاء الله، والله فكرة مبتكرة. وش هي؟ صب وحقن، ترى من فكرته. أنا هنيك يا عبد الرحمن. ترى الأشياء المضحكة والثمينيل، الصورة المصغرة، ترى هو اللي صممها. يعني ترى الشخص هذا مبتكر. بيني وبينكم كرة القدم ما ينفع فيها الإثارة الجدل. أو كيفه، أنا المشي بس وخلى العالم تدار. ترى عبد الرحمن هو جوه كذا، أنا جوي هنا. أنا جوي في التحليل، كل واحد ماخذ دوره في البرنامج، صح ولا لا؟ احنا دخلنا الموضوع الكوميديا وكذا من عندك، موضوع التحليل والإثراء هنا. وحنا صراحة بالثمينيل أحيانا الناس تنصدم، تشوف الثمينيل محتوى تعصب يدخلون الأمر مختلف. حنا بالثمينيل ناخذ كفكرة تسويق، إنه بس نبي النقر، بعدين عاد بالأخير كرة القدم هي المتعة. بالضبط يا عاصم. عبد الرحمن، الآن الدوري أبطال آسيا شكلها هلال وعين مبدئيا، بس انتظر الإياب. يعني الاتحاد وعارفين ظروفه، لم يحسم التأهل. نعم، الاتحاد عارفين ظروفه، يقابل مين؟ يقابل نادي الهلال. نحترم الاتحاد وكيان الاتحاد وخبرته بالآسيوية. 2-0 وفي الجوهرة، ترى ممكن الاتحاد يسوي شيء. انتبه يا الهلال. صحيح، بس ما تغير شيء يا عاصم. ما تغير شيء فعلا في واقع المباراة، ما تغير شيء. الآن العين نفس الشيء، 1-0. النصر مكلل بالظروف، لكن ما حسم كل شيء. ممكن نشوف هلال عين، ممكن نشوف اتحاد نصر، ممكن هلال نصر، ممكن اتحاد عين، هلال عين. وأيضا النصراوي قلق، يقول المباراة الجاية راح يرجع هداف العين وأنا عندي غيابات. صح. فالموضوع يبيله شبه معجزة. يا سلام. نبدأ بسم الله. نبدأ ونقول اللي ما ينقال كالعادة. وقبل كل شيء، منصة إحسان الرابط الأول، ادخل تبرع بريال واحد بس. ريال لو نبي، بس ريال. تجارة مع الله. تابعنا. طيب، مباراة الهلال والاتحاد. يا سلام. جيسوس هذا كل ما تجي تقول قلص الأجانب يطلع لك بفكرة. صح. وحنا قلناها قبل يا عاصم إنه العنصر المحلي مهم جدا، فما بالك لما يكون العنصر المحلي لاعب بخبرة سلمان الفرج. يا سلام. وأيضا العنصر المحلي خدم نادي الهلال في الحارس محمد العويس إنه يظهر بهذا المستوى. صحيح. وبعد غياب 4 أشهر. لو تلاحظ اليوم المباراة يا عبد الرحمن، النجوم السعوديين، نجوم المباراة السعوديين مع نفس، وهذا اللي قلناه. لو تقولها يعني كنجوم. باختصار، أي نادي حط لك خطة 4 سنوات 3 سنوات 5 سنوات كيفك أنت واستطاعتك، لكن تبي آسيا ركز على العنصر المحلي. يا سلام. المباراة الهلال والاتحاد، وتشكيلة نادي الهلال شهدت اللاعب سلمان الفرج. يا سلام. عودة هذا اللاعب، وخصوصا في مباريات مثل هذه المباريات. صح. الاتحاد أنا أشوفه صراحة دبلب إيش؟ كيف دبل أظهرة. يعني احنا شفنا الأظهرة أحيانا ظهير يستند على ظهير وظهير يستند على ظهير. فتحس إنه نادي الاتحاد حتى في الوسط، المباراة الماضية شفنا الزيادة العددية من كانتي، تحس إنه في هذه المباراة كانتي ثابت أو أغلب الوقت في المناطق الخلفية. كرة طويلة الحمد لله، كرة طويلة روما. والدبل شغال اللي هو دبل الأظهرة. الفكرة في الاتحاد اللي هي 4-4-2، إنه فواز صقور وزكريا هوساوي وفابينيو وكانتي ومن أمامه 4-4-2. وكانت الفكرة رفع خط الدفاع لرفع الجناحين في عملية الضغط، لأنهم سريعين. تمام. لو تلاحظ، خلنا نلاحظ هدف الهلال اللي سجله سالم الدوسري، الهدف الثاني. الفكرة كلها تتلخص بفكر اللاعب روبن نيفيز. إذا كان روبن نيفيز من هذه اللقطة فك
اللي هو الجملة الاتحادية في رفع خط الدفاع، أنت تتكلم إنه نادي الهلال طوال هذا الوقت كأسلوب ما قدر يتعامل مع، خلينا نقول، رفع الخط من نادي الاتحاد واللعب على مناطق افتكاك في منتصف الملعب. خلينا نقول لماذا؟ لأن الهلال في عملية نقل الكرة بشكل سريع من خط الدفاع إلى خط الوسط إلى خط الهجوم أو الثلث الهجوم كانت شوي بطيئة نوعا ما. بسبب هذا اللاعب مالكم دائما هو اللي يسرع عملية نقل الهدف، لأنه مالكم سريع في فتح مسار تمرير. سافيتش ممتاز، سافيتش خلف المهاجم، مو لاعب انه سلبي، بالعكس، بس انه ميزه مالكم انه يلعب خلف المهاجم يفتح لك مسار تمرير، انه يسقط بين الخطوط، يفتح مسار تمرير، ينقل الكره من ثلث الى ثلث بشكل سريع. طيب يا عاصم، حنا الحين شفنا الدهاء اللي عند اللاعب روبن نيفيز، انه شوف كيف فك الشفره، شاف او خلينا نقول الظهير الدبلب لما طلع قدام لعب الكره الطويله وسجل منه نادي الهلال. الاتحاد لما يستلم ظهير او خلينا نقول الجناح الظهير المدبل لما يطلع قدام ويلعب العرضيه ياخذها الجناح الثاني، فتحس انه حتى ما في حلول بالانهاء لا من روما ولا من حمد الله. طيب هو الفكره انه صدمه للاسلوب. انت قدام الهلال اقل مباراه للهلال هذه المباراه، صح؟ بناء عطفا على الارقام، اقل تسديدات على المرمى، معدل الاهداف، اقل مباراه للهلال. بس لما ناخذها كشوط اول، بما انه كمباراه كشوط اول، الهلال في عمليه البناء، لانه الاتحاد الان طالع، الهلال يحاول انه يبني، صح ولا لا؟ لما يبني الهلال بطيء في البناء. طبعا دائما روبن نيفز يتوسط ثلاثي القلوب، سواء على الطرف الايمن او بين القلوب. السبب انه روبن نيفز يبغى ينقل الكرة الطويلة للطرف الايمن، لانه خطورة الهلال في الزيادة العددية هنا. طيب كيف شفت وسط نادي الهلال اليوم بتواجد اللاعب سلمان، سافيتش، مالكم، نيفز؟ احنا تعودنا انه مالكم يكون خلف المهاجم، صح. لكن بوجود سلمان وش اللي حدث؟ قلت له انا لك عملية نقل الكرة كانت ابطأ شوي، كأنه في مداورة اكثر من اللازم. خلينا نقول انه نادي الهلال الان لما يصعد مالكم وسعود عبد الحميد وايضا سافيتش يميل، ويحاول مدرب نادي الهلال في عملية تضييق. طبعا اسلوب جاياردو دائما لما يطلع فريق اخر يهاجم يحاول انه يضيق كثير هنا، تمام؟ كان الحمل على فواز ومد الله العليان للاعبين اللي مش في اللقطة هنا، بس اللاعبين في لاعبين هنا مش في اللقطة. ما كان يبالغ ياسر الشهراني في الرافع، بس مين اللاعب؟ سالم الدوسري. لاحظ في كل لقطة الهلال يطلع سالم، وعلى مين يلعب؟ على مد الله عليان، يلعب على مد الله عليان. الهلال في هذه المباراة، خلينا نقول المباراة كاملة، ما ظهر كأسلوب فريق كامل، لكن شوف مدرب الهلال يعرف انه الارهاق موجود، ويعرف انه الزخم انت غير قادر، انت تحت ضغط الرقم القياسي، لكن لما تقول التفاصيل الصغيرة انه مدرب الهلال يلعب على نقاط ضعف نادي الاتحاد، واخذت هذا. لاحظ الاستهداف على مد الله عليان، سالم دائما على مد الله، دائما في كل لقطة سالم يقف مع مد الله، ولما تطلع الكورة سالم يهرب من مد الله، لأن مد الله ضعيف في التغطية العكسية. يعني هذه ضربت نقطة ضعف. أنت تشوف أنه مد الله نقطة ضعف في دفاع نادي الاتحاد. أنت ضربت نقطة الضعف. أيضا من الأشياء الكارثية إنه مرات الاتحاد يلعب بخماسي برجوع فواز الصقور كلاعب ظهير، وبرجوع رومارينو كلاعب وسط. أوكي، دائما متروفيتش، دائما وين تمركز متروفيتش؟ تحسه بين كأنه بين ظهير وقلب أو بين قلبين، لازم يلعب على القائم هذا. إيه تمام. شيء معروف عند متروفيتش ومحفوظ في كل الأهداف اللي دائما يسجلها كذا. أنت من المخزي إنك تضع مد الله العليان معه، كان الأفضل إنك تضع مثلا الموسى وحسن كادش كقلب، وتضع زكريا هوساوي كظهير أيسر. لكن الهلال في هذه المباراة حنا نقول إن الهلال ما ظهر كأسلوب، لكنه ضرب نقاط ضعف نادي الاتحاد. الاتحاد في هذه المباراة رسم جديد، يحاول أنه يباغت لمدرب الهلال، والهلال وهو سيء. الهلال لاحظ يا عبد الرحمن، والهلال سيء. لو نقول الهلال سيء، الهلال متماسك، والهلال الناس تراه سيء كشوط أو ك30 دقيقة أولى متماسك. أنت ما تقدر، الهلال هو سيء، أنت ما تقدر أنك تسجل عليه. تدري ليش؟ اللاعبين عارفين بعض. يا سلام. هذا باختصار لما تجي تقارن لي مثلا نادي الهلال بنادي الاتحاد، او نادي الهلال بنادي النصر، او نادي الهلال بالنادي الاهلي،
كل لاعب عارف الثباتيه بالاسماء. يعني ياسر كم مره لعب مع دفاع نادي الهلال؟ صح، هذه هي التناغم والدور. انه الهلال وهو سيء، الناس تراه سيء، يطلع لك باقل الاضرار واقف. الهلال يعرف يوقف، الهلال يعرف يقطع مسارات تمرير، الهلال يعرف يتمركز بشكل جيد حتى وهو سيء. بعض الفرق وهي سيئه ما تعرف تتمركز، ما تعرف تنتشر، فبالتالي انت تقضي عليها. الهلال وهو سيء يعرف انه يقف بشكل جيد حتى دائما، عشان كذا احنا نوصي بالثباتيه دائما، انك تثبت على تشكيله وتوجد الحلول. أكيد. طيب في المباراه الماضيه وفي هذه المباراه لاحظنا شيء، دائما التركيز على جهه سعود عبد الحميد. صح. في الكثافه العدديه للاعبين سواء من نادي الاتحاد ونادي الهلال. صحيح. السبب سعود عبد الحميد ممتاز في الارتداد، هو افضل لاعب ظهير. هل انت تقدر تصعد ياسر وتعطيه المهمه الاكبر؟ انت تصعد سعود ومالكم هو اللي يميل، واللاعب اللي يلعب ورا المهاجم ميل معاه، فتقابل مرات في الشوط الثاني تلاحظ فابينو ميل كثير معهم عشان التفوق العددي نادي الهلال. وتلاحظ دائما لاعب القلب الدفاع، سواء خلينا نتكلم مثلا حجازي، تحصل انه يميل، تحصل سلمان يسقط في هذه المساحه، سلمان الفرج. وهذا الدور اللي كنا نقوله هذا اللي يتقنه لاعب سفج. فخلنا نتكلم هذا اللي صار في الشوط الأول. الهلال وأقل شوط يقدمه شوف وش طلع فيه الهلال. طب أبيك تعطي الشوط الأول عنوان شوط سيء للهلال، بس إنه على الورق ممتاز. طيب الشوط الثاني 2-0 كيف فاز الهلال؟ دافع بالاشتراك وهاجم باللايك وتحول بالشير. يا سلام والله فاجأتني يا عبد الرحمن، ممتاز عليك. الشوط الثاني بدأ الشوط الثاني الدقيقة 60 تبديل لنادي الاتحاد، طلع زكريا هوساوي ودخل اللاعب فيصل الغامدي. بعد ب7 دقائق او خلينا نقول 6 دقائق تحصل كانتي على الكرت الأحمر. وش سوى مدرب نادي الاتحاد؟ طلع اللاعب روما ودخل الفرحان. كيف أصبح شكل نادي الاتحاد بعد هذه الظروف؟ شوف بعد الطرد الهلال يلعب المباراة. شوف الآن الهلال يختبر، لاحظ أن الهلال يختبر الآن. الهلال مطالب بحسم المباراة بأكبر نتيجة عشان تريح في الإياب. الهلال الآن دخل وضعية التخدير، إنه أنا 2-0 ماسك زمام الأمور في المباراة، لكن الهلال مش قادر على فتح مساحة في دفاعات نادي الاتحاد، وكأنه الهلال يبالغ في مداورة الكرة على الطرف الأيمن. طبعا الإرهاق البدني له دور، هذه نقطة. النقطة الثانية وكأن اللاعبين عندهم تراخي في إيجاد العملية. هذه عملية ذهنية. الآن دور المدرب. الآن أنت قدامك استحقاقات ذهاب وياب، لازم أنك إذا حسيت خصمك سيء لازم تقتله. هو أصلا صرح المدرب جيسوس في المؤتمر الصحفي، قال أنا ما ألوم اللاعبين أبد بسبب الإرهاق والجهد البدني. أي الإرهاق البدني يجرك للإرهاق الذهني. هي عملية سبحان الله، الذهن والجسد عملية جهاز عصبي. فالهلال بعد طرد الاتحاد كأنه الهلال حس إنه خلاص هو ماسك الزمام. الاتحاد أفضل بعد الطرد في عملية الوقوف. طب يمكن لعيبة نادي الهلال قالوا الاتحاد جاء طرد، ليش ما نداول الكرة بيننا ونقلل علينا الحمل البدني أو الجهد البدني للمباريات القادمة في الدوري في آسيا. صح، وهذا اللي صار. بس أنت خلال هالمداورة ما حسمت. أنت أوكي داور، بس وين الحسم؟ وهذا اللي نقول إنه أسلوب نادي الهلال إذا كانت عدد التمريرات كثيرة ما في خطورة لنادي الهلال. ليش؟ لأنه اللاعب يأخذ خطوة خطوتين، لكن عملية الجري والتسريع هي هذه العملية اللي ما قدر أحد يستوعبها كخصوم. طيب ماذا حصل بعد تبديلات نادي الاتحاد وظروف نادي الاتحاد؟ وقوف نادي الاتحاد خلنا نقول ك4-4-1 سلطان فرحان، فابينو الغامدي، واللاعب الآخر سواء مروان الصحفي. أنت تتكلم بالأخير الاتحاد يعني صراحة طلع ممتاز. 2-0 نتيجة إيجابية لنادي الاتحاد، عطفا على اللي صار في المباراة، عطفا على خصمك الهلال، عطفا على الطرد. يا عاصم 2-0 نتيجة إيجابية نادي الاتحاد، وتقول نتيجة إيجابية وربع نهائي في آسيا، نتيجة إيجابية طيبة. يعني عطفا على المعطيات الثلاثة الهلال فاز في الدوري والمباراة كانت 11-11 2-0 وانت مطرود منك لاعب، نتيجة عظيمة لنادي الاتحاد. طيب كيف أصبح شكل وسط نادي الهلال بعودة اللاعب سلمان؟ يعني هل سلمان أصبح حل لنادي الهلال في الآسيوية؟ لأنه الكثير قالوا خلنا نرجع ونقول كلامك صحيح. سلمان الفرج يرجع في أهم منعطف لنادي الهلال هذا الموسم.
اهم منعطف لنادي الهلال ورجوع في وقت حساس صراحه. بس هل احسن جيسوس؟ لانه البعض يقول عندي محمد القحطاني ممكن لما يغيب بيشيل، خل مالكم خلف المهاجم والعب بالقحطاني مثلا. لا هو رجوع صراحه في وقت ممتاز. ولاحظ انه الفكره اليوم نفس وسلمان الفرج دورهم اكثر في الاطراف، انه نادي الهلال يضع مساحات كبيره لنادي الاتحاد، كون الاتحاد كانت فكره الطلوع بالاطراف في الزياده العدديه. ابغى انا احط زياده عدديه على اطراف نادي الهلال، لكن شوف الدور عند نفس وشوف الدور عند سلمان، وخاصه نفس في التغطيه خلف اظهره نادي الهلال. دائما نفس تحصله في الجهه اليمنى كلاعب يحاول انه يغطي المساحه، سلمان يسند مع ياسر الشهراني، فتحصل في مساحه هنا، ومتاخر سافيتش نوعا ما في التغطيه، وتحصل نادي الاتحاد ما يضع خطوره. عطفا على المباراتين لنادي الهلال والاتحاد، الاولى 3-0 في الدوري والثانيه 2-0 في اسيا، هل الاتحاد بحاجه الى عوده اللاعب كريم بنزيما؟ هذا خلها في سؤال في حلقه. جاوبني الان. هل اكيد كريم بنزيما، انت تتكلم عن لاعب خبره، بس حمد الله موجود، لازم تستغني عن حمد الله. وايهم افضل؟ يا عبد الرحمن والله معليش انا ترى قاعد اوصل صوت الجمهور. حمد الله المشكله انت على ظرف المباراه انت تقابل الهلال، انت هذه المشكله، معليش يعني هذه المشكله انك انت تقابل الهلال في هذه المباراه. خلنا نقول نحدث الصدمه ونشرك كريم اذا كان جاهز، بس كريم وحمد الله صراحه مجازفه ضد نادي الهلال، لان الهلال كذا بيتفوق عدديا عليك في كل اجناب الملعب، وانت بتقابل كوليبالي هذا قادر انه يخرجك من جو المباراه كقلوب دفاع. فانا صراحه سؤال محير، يعني انا اقول للناس جاوبوا عليه. الطرح اللي بعد عبد الرحمن خلصنا، يعني اشوف نجم المباراه صراحه في نجوم كثير، لان الهلال الان شوف الان اللي احترت من النجوم الدور اللي يرجع للمدرب. مرات تحتار من النجوم بسبب ان المباراه ماخذه انه كل لاعب ماخذ دوره كفرد، فالهلال كمجموعه اليوم مش ممتاز، بس انه في افراد جيدين هو اللي خلى تماسك هذه المنظومه. اول شيء روبن نفيز، سلمان الفرج، ياسر الشهراني، وسالم الدوسري، اشوفهم هم نجوم المباراه. واحد خاصه خلينا نقول نفز متعودين، صح ولا لا؟ نفز متعودين. طيب والعويس ولا ما اختبر؟ وسلمان شوف وسلمان متعودين على خبرته، سالم الدوسري ومتعودين صراحه. ياسر الشهراني انا اعطيه نجوم. طيب والعويس ولا ما هو اختبار؟ العويس ايضا، بس انا اعطي صراحه النجوميه لياسر الشهراني. في ناس بتنصدم، بس تدري ياسر الشهراني قطع 4 كرات كمسار تمرير. ايش معنى مسار تمرير؟ ان الكره جايه هو يقطعها قبل لا توصل لاعب الاتحاد، لما يكون بين لاعب ولاعب ويقطع المسار. يقطع مسار الكره، وهذا رقم ممتاز يبين ان اللاعب حاضر ذهنيا، ويبين ان اللاعب قارئ لمسار الكره، وهذا اللي يميز الشهراني. فنقول مباراه ممتازه عطفا على ظروف ياسر الشهراني. هي مباراة لما ترجع لياسر الشهراني الأصلي هي مباراة عادية، بس عطفا على ظروف هذا اللاعب وعطفا على الأشياء اللي مر فيها هي مباراة عظيمة للاعب. عاصم رميح المدرب والمحلل الفني عبر منصة اليوتيوب، ياسر الشهراني أفضل لاعب في اللقاء. يا سلام. انقلوا عنه. اللي بعده سؤال الحلقة، انتهت المباراة 2-0 ولا لسه يا شباب؟ جواب. وش الحل يا الاتحادية؟ خلاص تقولون والله الهلال ما ينفع معاه، بس بيعبونه. وانا ما في شك لا في الاتحاد ولا في جمهوره، بس احنا نتكلم عن الظروف. يا سلام. هل المباراة خلاص سلم للهلال ولا في رد؟ ولو في رد وش الحلول؟ يا سلام، سؤال جميل، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. يعطيكم ألف عافية وشكرا لكم، وآسفين على الإطالة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ربي وأتوب إليك، والسلام عليكم.